المسجد ده بيتبني بقاله 50 سنة، تخيل. وفي رمضان 2026 كانت البداية. واخيرا انا في مسجد الرحمن. مسجد اتبنى في 50 سنة. تخيل ان في طفل شاف حجر الاساس للمسجد ده وهو رايح الحضانة، كبر واتخرج واتجوز وخلف وعياله كبروا والجامع لسه بيتبني. في موقف المظلات في شبرا في حلم فضل واقف مكانه من سنة 75، نص قرن والناس بتسأل هو جامع الرحمن هيخلص امتى؟ النهاردة الحلم ما بقاش حلم والأذان اترفع من تاني على أعلى مأذنة في مصر. بس قبل ما نكمل قصة بناء المسجد لازم نعرف مين الشخص اللي حط حجر أساس الصرح ده وليه كان عنده الإصرار ده كله. احنا بنتكلم عن الشيخ حافظ سلامة ابن السويس البار وقائد المقاومة الشعبية اللي اسمه بيزلزل قلوب الأعداء. الراجل ده في أصعب لحظات تاريخ مصر لما السلاح كان قليل والحصار كان حوالين الناس من كل حتة، كان هو الصوت اللي بيجمع الناس والقلب اللي ما بيخافش. الراجل ده ليه بصمة في كل حروب مصر في العهد الحديث. طيب انا في مسجد الرحمن، المسجد اللي بيتبني بقاله تقريبا 50 سنة، وده بفضل سكان المنطقة هنا اهالي شبرا، وكمان بفضل يرجع للقائد بتاع السويس، القائد العظيم اسد السويس حافظ سلامة. حافظ سلامة اللي اتكلمنا عنه قبل كده في فيديوهاتنا، هو مش بس قائد المقاومة الشعبية، لكن كمان هو رئيس جمعية الهداية اللي بنت اكتر من 36 مسجد على انحاء الجمهورية كلها. بدأ نضاله وهو عنده 19 سنة بس. سافر فلسطين سنة 1948، كان بيحارب العصابات الصهيونية ورجع وشكل أول فرقة فدائية في السويس تضرب الإنجليز. الشيخ حافظ سلامة ما كانش مجرد شيخ بيخطب، لا ده كان صاحب علم وفي نفس الوقت كان الأب الروحي للفدائيين، وهو اللي أقنع قيادة الجيش في حرب الاستنزاف بتنظيم قوافل توعوية دينية للجنود، وجاب كبار العلماء زي الشيخ الغزالي وعبد الحليم محمود عشان يثبتوا الأبطال على الجبهة. وفي 1973 وقت حصار السويس الشيخ حافظ رفض التسليم تماما ووقف على منبر مسجد الشهداء وأعلن المقاومة لحد آخر نفس. الراجل اللي حط روحه على كفه عشان الأرض هو نفسه اللي قرر يبني المساجد والمدارس في كل حتة. فصار لحرفك يتليج ما سجد. القيمة الحقيقية هنا اللي احنا محتاجين نتكلم عنها الإصرار من أهل المنطقة، لأن المسجد كان أكتر من مرة يوقف بناؤه، وأكتر من مرة يقول إن هو في مشاكل في البنى وفي مشاكل في المية، إشاعات تطلع إن هو المسجد مش هيتبني، مش هيكمل بناؤه، لكن على مدار 50 سنة الناس كانت بتحاول. الفضل الأكبر يرجع لصاحب الفكرة الشيخ حافظ سلامة أسد السويس وأسد المقاومة الشعبية، اللي بعد ما مات لسه بيعمل إنجازات، وقرر إن هو يبني المسجد ده على غرار مسجد آيا صوفيا أو مسجد محمد الفاتح في اسطنبول. ومن هنا بدأت رحلته مع مساجد بتوصل عددها ل 38 تقريبا، كل مسجد معاه مركز طبي ومعهد ديني. المكان اللي احنا فيه ده كده مصلى السيدات، بيشيل آلاف المصلين ومآذن بتوصل ل 125 متر. عارف يعني ايه مسجد بيتبني في 50 سنة؟ يعني جيل ورا جيل بيتولدوا ولسه المسجد ما اكتملش بناؤه، والنهارده في 2026 المسجد بيكتمل بناؤه. الصور اللي شفتوها على السوشيال ميديا دي مش مجرد جامع ولا مجرد مبنى شكله حلو، لا ده عنوان للصمود وشاهد ان المقاومة الشعبية والعمل الخيري هم سلاح مصر اللي ما بيتكسرش. لو ليك ذكريات مع المسجد ده او شفت الشيخ حافظ سلامة قبل كده احكي لنا في الكومنتس.
وما تنساش تعمل شير للحكاية عشان الكل يعرف قيمة الصبر والعمل الخيري. في الاخر لو وصلت بالفيديو لحد هنا فما تنساش تعمل سبسكرايب وشير، واستنانا في فيديوهات تانية جاية، وقول لي بقى انت عملت لايك ولا لسه.